السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من جمعة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. اليوم غادي نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب ديالو واحد الفصل صعيب، فصل الألم، فصل الصبر. منين خرج النبي صلى الله عليه وسلم كيدعو الناس للحق، بدات مكة كتغلي، قريش شعلات لأن الدعوة كتهدد المصالح ديالهم. بداو كيضربوا، كيعيروا، كيكذبوا، ما خلاوش حتى شي وسيلة إلا وجربوها باش يسكتوه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف وصابر ومتيقن في ربه. تخيل معايا بلال رضي الله عنه كيجروه في الرمداء وكيحطوا على الصدر ديالو صخرة وهو كيقول أحد أحد، سمية أم عمار أول شهيدة في الإسلام. ما قالتش شي كلمة وحدة ضد الحق، حتى طعنها أبو جهل في البطن ديالها وماتت، ولكن الاسم ديالها تكتب بالذهب. النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو ما كانش مأمن، كان كيحطوا السخانة فوق من الراس ديالو وهو ساجد وكيضحكوا عليه، ولكن ما رجعش اللور. كان كيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الرسالة ديال اليوم: الطريق للحق ماشي مفروش بالورود، ولكن اللي قلبه عامر باليقين ما يخافش لا من حجر ولا من همس. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الصبر ماشي ضعف، الصبر هو قوة، ثقة وانتظار الفرج من الفوق. جمعتنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم كنتعلموا منها أن كل لحظة صبر فيها أجر، كل دمعة صبر راها مكتوبة عند الله. كونوا بخير وما تنساوش اللي تبع طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم يصبر ولكن راه ما كيخسرش. دمتم في رعاية الله وحفظه، ونتلاقاو الجمعة الجاية إن شاء الله مع حلقة جديدة.